ناس كتير عايزة تشتغل في جوجل أو مايكروسوفت أو يطلع دكتور كبير، فبيقعد على الكتاب ويذاكر ويجتهد. لكن في الواقع المذاكرة مش كل حاجة، ببساطة لأن الشركات العملاقة دي بتقدم لها سنويا ملايين الناس وكلهم تعليميا كفاءات، بس اللي بيفرق معاهم هي المهارات الشخصية والسوفت سكيلز. حاجات كده زي التعامل مع الناس والتواصل، تنظيم الوقت، تحمل الضغط، العمل الجماعي، وأهم مهارة هي الابتكار والتفكير خارج الصندوق. جوجل مثلا في الانترفيو بتاعها بيبقى الجزء الأصعب فيه هو اختبارات السوفت سكيلز وبالذات الابتكار. عشان كده خلينا نشوف أهم المهارات دي. إدارة المشروعات اللي هي بروجكت مانجمنت، دي فعلا أكتر حاجة فادتني في الكلية وخلتني فعلا أسيطر على كل حاجة في حياتي. إن حياتنا هي عبارة عن مشروعات صغيرة. الخروجة اللي احنا نازلينها بالليل مشروع صغير، المشروع اللي هي الكلية، كل ده مشاريع صغيرة كده في حياتنا إن احنا لازم نديرها بطريقة لازم تكون صح. بلاننج وازاي اقدر اخطط لحياتي عامة. احتجتها ان انا ببقى عايزه اعرف يومي انا عايزه اطلع منه بايه، اصلا ايه التارجت بتاع يومي، وعلى اساسه بدات اقسمه على اساس ستيبس صغيره. التارجت دوت كان هو الفيجن بالنسبه لي، والستيبس الصغيره كانت هي الميشن. وبدا الموضوع واحده واحده، ان هو مش على يوم معين، لا هو على اسبوع، وبعد كده هو على مثلا على مستوى الترم كله، او على مستوى ان انا عايزه اتعلم سكيل جديده او اي كارير جديد. ببدا احدد له تارجت معين انا ايه اللي عايزه اطلع منه، ودي بتبقى الفيجن الاساسيه بتاعتي، وستيبس بعد كده هو ازاي احقق دوت بتكون المشي. دلوقتي تعالوا نشوف ازاي نقدر نتعلم المهارات دي. انا اتعلمتها عن طريق النت. النت تقريبا فيه كل حاجه دلوقتي لو عايز تتعلمي اي حاجه. اتعلمتها عن موقع اسمه كورسيرا، ده اكتر حاجه يعني عرفت عن اداره المشروعات منه. يدخل على النت انا زي ما انا عملت كده، النت فيه كل حاجه وحاجات مجانيه، مش لازم تروح تدفع فلوس عشان تاخد كورس بروجكت مانجمنت او حاجه زي كده. بس الاهم من ده كله ان انت تشترك في حاجه تقدر ان انت تقدر تطبق المهارات اللي انت اكتسبتها دي، ان انت ازاي تدير فعلا حياتك. في حاجتين، في ان احنا نقرا كتب كتير، منهم مثلا كتاب كيف تخطط لحياتك، ومنهم مثلا ممكن نتفرج على فيديوز زي الفيديوز بتاع طارق سويدان. بس الفكره ان احنا نقراها، ممكن نقراها اكتر من مره وتبوظ مننا ونجربها تاني وتبوظ تاني ونجربها. الفكره ان مفيش سيستم معين نقدر نقول ان دي ستام. هي الفكره ان البلاننج هو بيست براكتس، كل واحد ليه سيستم معين يقدر ان هو يمشي عليه في البلاننج اللي هو بيستريح فيه، وعلى اساسها هيقدر يعمل تايم مانجمنت كويس. بس مهارتين من مهارات كتير اتكلمنا عنهم خلال الاسبوع اللي فات على صفحتنا على الفيسبوك في بوست كل يوم الساعه 8. وبس